هل في حاجه اسمها ان انت تخسس منطقه معينه في الجسم، او بمعنى صح التخسيس الموضعي؟ يعني بصراحه دلوقتي حاليا تلاقي ناس كتير جدا على السوشيال ميديا وحتى على الانستجرام مثلا، الفيسبوك، على اليوتيوب برضه تلاقيه يقعد يقول لك اعمل الخمس تمارين دول وانسف دهون اسفل البطن، اعمل مثلا التمارين دي وانسف دهون الكرش وكل الكلام ده. هل الكلام ده صح ولا غلط؟ بصراحه الكلام ده كله بلح، وانا بصراحه مستغرب ان حتى يومنا هذا في الزمن بتاعنا ده دلوقتي في سنه 2023 لسه في ناس بتعمل الكلام ده. ولكن للاسف في ناس بتعمل الكلام ده، ولما باجي اشوف اتابع بلاقي في فيوز كتير قوي عن اللي بيقدموا نفس النوع من المحتوى ده. ولكن برضه لو انت مثلا عندك دهون في منطقه معينه، مثال مثلا عندك دهون في اسفل البطن زياده شويه، هل تقدر تتخلص منهم؟ تقدر تتخلص منهم، ولكن مفيش حتى يومنا هذا حاجه اسمها تخسيس موضعي. يعني مثلا واحد جسمه كله هو على بعضه وعنده كرش، مفيش حاجه اسمها ان احنا ما نخسسش لا الدراعات ولا الرجلين ولا الصدر، اللي هو الجسم كله ما يخسش، هو بس يخس من البطن، مفيش حاجه اسمها كده. ولكن انت برضو تقدر تخسس المنطقه الزياده اللي عندك. طب ازاي الكلام ده؟ بيكون كل واحد بجيناته الوراثيه، كل واحد ربنا خلقه عنده منطقه معينه اسمها الدهون العنيده، بمعنى اصح دي اكتر منطقه هو بيعبي فيها دهون. مثال بتلاقي في ناس كتير جدا عندهم الرجل، زي اغلب البنات او الستات بيبقوا عندهم الموضوع ده، تلاقي في ناس عندهم اسفل البطن الكرش، في واحد تلاقي عنده الصدر، واحد عنده الدراعات، فالموضوع ملوش قاعده ثابته. ولكن اللي اقدر اقول لك في فيديو النهارده ان انت ايوه تقدر تتخلص من الدهون دي. ولكن الفكره في حاجه، انت بيكون عندك دهون في جسمك كله، وانت مثلا بتعمل الدايت بتاعك. على سبيل المثال انت بتعمل الدايت بتاعك وبتبتدي بتخسس كل الدهون الزياده اللي في جسمك، ولكن بيكون بقى الدهون المناطق العنيده زي مثلا اسفل البطن، الرجل، كل واحد وجيناته يعني، دي بتكون اخر مناطق بتنزل معاك في الدايت. والموضوع بيكون للاسف مش بايدك قوي، ده جيناتك الوراثيه. وطبعا مش محتاج اقول لازم عشان تكون عامل الموضوع ده تكون حاسب السعرات الحراريه بتاعتك وكمان مقلل عنها. وعشان تعرف كده خلاصه للكلام ازاي تحسب سعراتك الحراريه، ان انت تعرف سعراتك الحراريه او معنى صح سعرات الثبات بتاعتك، بتضرب وزنك اللي بالكيلو في 2.2 في من 14 ل 16 بناء على نشاطك اليومي. مثلا واحد وزنه 80 كيلو، هنضرب ال 80 في 2.2 في 15 مثلا، هيطلع لنا 2640 سعره حراريه. والرقم اللي يطلع لك ده تقلل منه من 500 ل 1000 سعره في اليوم. وطبعا انا كنت عامل سلسله حلقات كامله عن ازاي تعمل نفسك نظام غذائي كامل، يا ريت تشوفوها، فيها تفاصيل اكتر بكتير، اتمنى تشوفوها يعني. وبيني وبينكم كلام كده بالخبره مع اغلب المتدربين اللي عندي واغلب الناس اللي بشوفها، وعليا انا شخصيا غالبا يعني ايه، اي حد بيكون عنده دهون في مناطق زايده شويه بتبتدي غالبا تروح بعد لما نسبه دهونك تقل عن 15%. هل ده كلام مثبت علميا او كده؟ لا، الكلام ده كلام بالخبره، وهكون سايب لكم صوره عشان تقدر تعمل استيميشن او تعرف بالتقريب كده نسبه دهونك كام. وحاليا بصراحه بتلاقي في اجهزه بتكون في عيادات التغذيه والتخسيس، بتكون اصلا اجهزه مشتقه من اجهزه العلاج الطبيعي، زي مثلا جهاز زي الشوك ويف والالترا ساوند والليزر. الاجهزه دي اي نعم الابحاث اثبتت انها ممكن تقدر تعمل تخسيس موضعي، ولكن في حاجه، التخسيس الموضعي اللي بتعمله ده ممكن يوصل بالكتير قوي او ماكسيمم يعني 2 سم 4 سم بالكتير قوي. ولكن لو تاخد رايي شخصي، انا شايف اغلب اللي بيروحوا مراكز التغذيه دي واللي مثلا بيعملوا الجلسات دي، بتلاقي شخص معلش انا اسف كرشه طالع قوي لقدام، طالع بتاع مترين قدام. فهل بصراحه ال 2 4 سم دي هتفرق قوي؟ ولكن بصراحه ال 2 4 سم دول مش هيفرقوا قوي، وهيكون افضل 100000 مره ان انت تحسب سعراتك وتقلل عنها وتبتدي تتمرن وتروح جيم وتلعب كارديو، والكلام ده كله هيكون افيد بكتير من ده. بس في خدعه بقى ايه انت ممكن تعملها لو انت مثلا عندك دهون في منطقه زياده بحيث ان انت تداريها. مثال انا مثلا من الناس بعد ما خسيت، اتمنى تشوف فيديو الترانسفورميشن بتاعي عشان ايه لو عايزين تعرفوا رحلتي من اولها لاخرها. بعد ما خسيت انا كنت من الناس اللي دائما حتى لو بطني ما بقاش فيها دهون بيكون انا وسطي عريض. يعني دي الجينات بتاعتك، ربنا خلقك كده، منطقه الوسط عندك عريضه. طب ايه الحل انت دلوقتي عشان ما تبانش ان جسمك دايما ايه، ما يبانش هو عريض، ما يبانش ان شكله وحش؟ ازاي تحل الموضوع ده؟ بتحاول قدر المستطاع لما تتمرن تركز ان انت يكون جسمك من فوق عريض، فبالتالي غطي على منظر ان بطنك عريضه من تحت او الوسط عندك. يعني مثلا عضلات زي الكتف الجانبي، اللاتس او الظهر بمعنى صح، بالذات المجنص، منطقه التسمس دورساي في عضلات الظهر دي بتبين ان شكل جسمك اعرض شويه، فبالتالي زي ما تقول كده ايه، لما تبان اعرض من فوق شويه ده بالتالي بيغطي على المنظر اللي تحت، فتبتدي تحاول تقترب من شكل الفي شيب. ده مثلا حل. نفس الموضوع ينطبق على بقيه الجسم. ولكن خلاصه للكلام، ما تخليش حد يضحك عليك ويقول لك في حاجه اسمها تخسيس موضعي، الكلام ده كله غلط. ولو في اي حد عنده اسئله يقدر يسال تحت في الكومنتات.